هل نبدأ الحكاية كما تبدأ أي حكاية لامرأة طيبة عاشقة العالم، لكنها اختنقت كعصفورة طوت أجنحتها قسوة الحر وشقاوة اللحظة؟ هل نحكي عن مهرجانات الرقص واللذة المسروقة التي تنخر من الداخل كالداء المزمن، عن القهقهات التي تتكسر في منتصف إشراقها كالأنجم الهاربة، عن النكت العارية التي كانت تصل أحيانا حتى المبالغة، عن الأشياء الجميلة التي تأتي وعندما نفتح أعيننا للقبض عليها بعنفوان تكون قد انطفأت بسرعة، عن الرغبة الملحة التي تهزمها العيون الهمجية. عنك أنت يا مريم في كل تحولاتك التي لا تستقر على حالة ولا على شكل. هل نبدأ قص الحكاية المرتبكة أم نتركها للعشاق المنكسرين مثلنا الذين نكسوا كل رايات الفرح والسعادات الكبرى ليتموها أو ليتركوها لخرير الوديان وتناسل أمواج المحيطات لتضع عليها بعضا من ملامسها الدافئة؟ أم نسأل عيد وسيلفيا اللذين ناما هذا المساء على قلق آخر ينضاف إلى بقية الانكسارات؟